ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنحضر مع بعض النهارده كريب المطاعم، من غير بيض من غير لبن، بحشوة اقتصادية جدا وطعمه احلى من احلى مطعم ممكن تاكلوا فيه كريب. جربوه، انا متأكدة انه هيعجبكم جدا ان شاء الله. قبل ما نبدأ بقى متنسوش لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم اي فيديو جديد بنزله. اول حاجة انا هستخدم 3 كوبايات دقيق بس. طيب 3 كوبايات دول هيعملوا لي كام كريباية؟ هيعملوا لي 7. انتوا شفتوا 6 في اول الفيديو، لكن في واحدة هما يعني أول واحدة طلعت كده هما كلوها على طول عندي في البيت. تالت كوباية من الدقيق أنا نقصت كده ربعها ومليتها نشا عشان يبقى مقرمش معايا. يعني حطيت 3 كوبايات إلا ربع دقيق وربع نشا. تمام. وحطيت رشة كده خفيفة من الملح وحوالي معلقة صغيرة ممسوحة من السكر. يبقى مقدار 7 كريبات، 3 كوبايات إلا ربع دقيق وربع كوباية من النشا ومعلقة سكر ورشة ملح. عندي كده مية عادية خالص من الحنفية، يعني ولا دافية ولا ساقعة ولا أي حاجة، مية من الحنفية عادية. هحط على ال3 كوبايات دول بقى قد ايه مية؟ مبدئيا كده حطيت كوبايتين وربع وقلبتهم والقوام كان مظبوط جدا معايا. تمام. انا هوريكم كمان القوام بيبقى عامل ازاي. يعني بصوا، هحط صبعي كده، العجينة مغلفة صبعي كويس. لما جيت عملت بصوا خط كده، الخط ده ما اختلطش ببعضه، يعني الخط كده منزلش، الخط اللي فوق منزلش على الخط اللي تحت، فاهمين؟ ولما حطيت صبعي كده العجينة مغلفة صبعي كويس، هي بتنقط بسيط. ممكن تعمليها في الخلاط، تضربي كل المكونات دي في الخلاط، ولكن انا عملتها لكم بالمضرب السلك بحيث ان تبقى سهلة يعني، وما نعملش ما نبهدلش مواعين كتير. طبعا عملتها بالمضرب السلك، فلازم ان انا اصفيها عشان اكيد هلاقي تكتلات من الدقيق موجودة. لكن انتي لو بتضربيها في الخلاط يعني هتستغني عن الخطوة دي. تمام. الخلاط هيضربها كويس. هبتدي ان انا اصفي الكمية كلها وهحط عليها معلقة زيت واقلبها كده فيها وهسيبها في التلاجة ترتاح عقبال ما اعمل الحشوة بتاعتها. انا هقطع طماطم وهقطع فلفل وهقلي البانيه اللي انا كنت عاملاه معاكم قبل كده، البانيه الاقتصادي. هسيب لكم لينك فيديو البانيه في صندوق الوصف. طبعا الحشوة دي حسب ذوقكم، ممكن تعملوا شاورما فراخ برضو، او تعملوا سجق، تعملوا اي كبدة، اي نوع حشو انتوا عايزينه ممكن تعملوا. هجيب طاسة كده وادهنها بفرشة زيت، يعني هي هدهنها مرتين بس، مرة كده في البداية وفي نص الكمية ادهنها دهن تاني وخلاص. وبحط كده الخليط بتاعي في، يعني في زي شفشق كده او في حاجة ليها بوز بحيث ان هي تبقى سهلة وانا بنزلها. اول ما الطاسة تسخن كده خالص هبتدي ان انا انزل ايه الكمية اللي انا عايزاها. يعني انا لو عايزة الكريباية بتاعتي تكون كبيرة شوية وهرفعها على الجناب، يبقى هنزل عليها كده كمية كويسة من العجينة، وابتدي ان انا الف الطاسه بتاعتي كده واخلي العجينه توصل للجناب عشان حجم الكريبايه يكون اكبر معايا. يعني انا لو عملتها كده في نص الصينيه بس هتبقى صغيره، فانا عايزاها تبقى كبيره شويه، فبرفع كده العجينه على الجناب، متبقاش مقوسه ولا اي حاجه، بتبقى مفروده عادي جدا. اول ما تبتدي بقى الحروف بتاعتها كده احس ان هي ايه تترفع من مكانها، اشيلها على طول واحطها في طبق واغطي عليها عشان ما تنشفش. لما اجي لو مثلا لو هتحطي العجينة كلها على بعض، يعني الكريب لو بعد ما يستوي وتحطيه على بعض، تحطي الطبقة اللي من فوق على يعني هي اللي تكون من تحت في الطبق، فاهميني؟ بحيث ان هي ما تبقاش سخنة قوي قوي كده معاكي وتلزق. او تحطي كده كل واحدة على جنب وبعدين لما يبردوا خالص تبتدي ان انت تحطيهم على بعض عشان ما يلزقوش. بس طبعا هتجيبي مكان منين انك تحطي كريبايه، كل كريبايه لوحدها، وطبعا هتحتاجي ان انت تغطيها، فانت لا تحطي الكريبايه في طبق، ولما تيجي تحطي عليها الكريبايه التانية يعني وهي كانت في الطاسه اللي من فوق هو اللي تخليه من تحت على الكريبايه التانية اللي هتحطيها في الطبق، فاهماني؟ انا لما طلعت العجينه من التلاجة لقيتها تقلت معايا، فحطيت عليها نص كوبايه ميه وقلبتها عشان تكون خفيفه معايا وتوصل للقوام اللي انا وريتهولكم معايا في اول الفيديو. انا لما حطيتها في التلاجة وسبتها شويه تقلت، فاضطريت ان انا احط ايه نص كوبايه، يبقى كده ال3 كوبايات دي خدوا مني 3 كوبايات الا ربع ميه. انتي ممكن تحتاجي تحطي اكتر او اقل حسب نوع الدقيق بتاعك، لان انواع الدقيق بتختلف، في دقيق ممكن ياخد كمية مية اكبر وفي اقل. انتي لو مش هتعرفي تظبطي ايدك كده في حجم الكريباية او حجم الكمية اللي انتي بتنزلي فيها في الطاسة، ممكن تجيبي كوباية مثلا وتحطي ايه نص كوباية كده وتعمليها في الطاسة بتاعتك على حسب حجم الكريباية. طيب لو مش عايزة تعمليها في الكوباية، يعني تبقي معايرة بكوباية، ممكن بكبشة مثلا تبقي حاسباها كبشة واحدة. انا بالنسبه لي كنت بحطها كده في الطاسه واجي ان انا ايه احركها كده زي ما انت شايفه. لو لقيتها محتاجه شويه عجينه تاني كنت بنزل عليها وابتدي ان انا اقلبها بحيث ان هي توصل للحجم اللي انا عايزاه. يعني كله كده في السريع، يعني ماسكاها كده بايد، ماسكه الطاسه بايد والشفشه اللي انا حاطه فيه العجينه في الايد التانية،
وبنزل كده ايه مرة واحدة وابتدي ان انا اقلبها. محتاجة تاني بزود شوية عجينة تاني كده وابتدي ان انا ايه افردها كويس. بسيبها حوالي دقيقتين كده على نار ولا عالية ولا هادية، يعني بتبقى نار متوسطة كده، اقل من المتوسطة بشوية. اول ما الاقي الحروف كده بدأت تطلع معايا وتمسك نفسها، خلاص هبتدي ان انا اشيلها كده. الطاسة بقى اللي تستخدموها ايه؟ بصوا انا بستخدمها في طاسة سيراميك، يعني بعمل العجينة دي في طاسة سيراميك او تيفال، فدي طبعا حاجات ما بتلزقش. ماما بقى لما بتيجي تعملها هي ما عندهاش طاسات تيفال وجرانيت والكلام ده، بتعملها في ايه؟ وطبعا معظم البيوت اهالينا ما بفهمش يعني اللي هي الامكانيات الحديثة بتاعتنا دلوقتي. فماما لما بتيجي تعملها، عارفين الطاسة اللي احنا بنحمر فيها البطاطس دي، اللي هي بتكون ألمونيا ومسودة قوي دي كده من الحروف، ماما لما بتيجي تعملها فيها ما بتلزقش. ممكن بقى ايه من كتر لما بتبقى شاربة زيت ولا ايه فما بتلزقش، مش عارفة، بس هي ماما لما بتيجي تعمل كريب بتعمله في الطاسة بتاعة البطاطس دي وما بيلزقش وبيبقى طعمه جميل جدا. بصوا الكريبية رقيقة جدا معايا، مش سميكة ولا حاجة، وفي نفس الوقت حجمها كويس. اعملوها في البيت، هي سهلة جدا ما تقلقوش. انا جهزت الحشوة كده كلها جنبي بحيث ان انا ايه احشي على طول. انا قطعت فلفل وقطع فلفل الوان وقطعت طماطم، وعندي كده بواقي جبنه موتزاريلا، يعني كنت جايبه كذا نوع. كان فاضل في يعني في كل كيس فاضل كده ايه حبه، جمعتهم كده معايا في طبق، وقطعت البانيه زي ما انتم شايفين وزيتون وكاتشب ومايونيز. عشان الجبنه الموتزاريلا تديكي مطه حلوه لازم تكون محطوطه على حاجه سايله، يعني حطي الكاتشب كده الاول وبعد كده حطي عليه الموتزاريلا، وحطي قطع البانيه وعليه الزيتون والطماطم والفلفل اللي قطعتيه والمايونيز، وابتدي بقى نقفلي. هتقفليه ازاي؟ بصي اول جنب كده جنبها اقفله عليها بحيث ان هي تبقى ايه نص دايره. النص دايره دي بقى تبقى نص فاضي ونص مليان، اجيب النص الفاضي على نص المليان كده من فوق، هيديكي كده حجم كريبية محترم، يعني كبيرة زي اللي بنشتريه من بره كده بيكون مليان. وفي نفس الوقت الحشوة بقى براحتك، عايزة تزودي عايزة تقللي، تمام. ولما تيجي بقى تحطي الحشوة متحطيهاش على الحروف قوي، يعني انا مدخلاها لجوه بحيث ان انا لما اجي اعملها على النار حمصها كده على النار ما تقعش وتبهدل الدنيا كده معايا في الطاسة وتقع مني والحشوة تتبهدل. فلا انا عايزة الكريبية يبقى شكلها حلو في الاخر. هحطها على نار متوسطة واديها دهنة زيت خفيفة خالص، وممكن ما ادهنش يعني براحتك، لو مش عايزه تدهني ما تدهنيش طالما الطاسه بتاعتك ما بتلزقش. هبتدي ان انا ايه احطها كده على اول جنب، الجنب اللي انا هحطها عليه يكون اللي هو فيه الجبنه الموتزاريلا تبقى من تحت. وبعد كده اول ما تتحمص وتاخد التحميصه اللي انت حباها، يعني شوفي انت بتحبيه مقرمش قوي هتسيبيه مده اكبر، يعني انا عملت حبه مش مقرمشين كده قوي عشان العيال عندي يعني يعرفوا ياكلوه، وفي التلاتة التانيين انا كنت عاملاهم حمصتهم شويه اكتر. في نفس الوقت النشا اللي احنا حطيناها من البداية هتخلي الكريبية اصلا مقرمشة شوية معاكي. بس واول ما تبتدي تتحمر كده وتاخد وش كده من اول جنب هقلبها الناحية التانية تتحمص برضو كده زي ما انت شايفة. طعمه حلو جدا، انا عايزاكي تجربيه هيعجبك. وممكن تعمليه ببطاطس محمرة، ممكن تعمليه بشاورما، ممكن تعمليه بالبانيه الاقتصادي اللي انا عاملاه ده، اعمليه بسجق، اعمليه بكبدة، اي حاجة انت عايزاها، فاهيتا، براحتك. ممكن تعمليه بالشيش طاووق هيبقى حلو جدا برضو. حمرت جنبهم شوية بطاطس كده محمرة وبس كده، كانت غدوة حلوة جدا. أكل مطاعم ده ولا مش أكل مطاعم؟ وعجبهم جدا وما يختلفش كتير عن بره. بصوا البطاطس المحمرة بتاعتي بتبقى حلوة كده ومقرمشة ازاي. لما تيجوا تعملوا البطاطس قشروها واغسلوها وهي لسه سليمة، بعد كده لما تقطعوها خلوها محتفظة بالنشا بتاعتها، ما تغسلوهاش تاني، انتوا غسلتوها وهي سليمة، وتحمروها كده في زيت يكون غزير شوية بحيث ان هي تطلع معاكم زي ما انتوا شايفين كده مقرمشه وطعمها حلو قوي. الطريقه دي ماما اللي قايله لي عليها، ربنا يديها صحه يا رب ويخليها لي، هي اللي معلمانا كل حاجه. انا كده خلصت فيديو النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو استفدتوا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم اي فيديو جديد انزله وتشوفوه قبل اي حد.